تخيل كده ان انا جيت قلت لك ايه شغل السنه بتاعك كله جايب لك 10 ايام، لو اشتغلتهم هديك اكتر من مرتب السنه كلها. انت ايه لسه في الجامعه وفي المدرسه؟ طب يا عم مذاكره 10 ايام هديك فيها 100%. هتعمل ايه؟ هنقطع نفسنا مش هنبطل. وهم دول بل واهم، هم العشر ايام الاوائل من ذي الحجه، وهي اهم ايام في السنه كلها. وانا جايب لكم بقى الخطه اللي ما تخرش الميه زي كل مره، اللي لو عملناها وباذن الله ناخد اجر عظيم. نستشيخ ما نستشيخش ليه دول العشر الاوائل من ذي الحجه واحب ايام العام الى الله، وناخدها بدايه وننطلق ونثبت على الخير باذن الله. وما تخليش حد يقول لك ده نفاق. اللي يقول لك ده نفاق قول له وش ما اسمعش. امير قال لي اللي يقول لك كده ده من شياطين الانس، عشان اللي يبعدني عن القرب من الله ولو لفتره، مش يمكن الفتره دي بعدها اثبت. فما تسمعش لا لشياطين الجن ولا لشياطين الانس اللي هيقولوا لك انت كده منافق. ويلا نبدا في اول عمل من العشر اعمال اللي نعملهم في العشر الاول من ذي الحجه. والعمل الاول هو التوبه. تعالوا نتفق مع بعض كده ان التوبه هي اول حاجه لازم نعملها في كل موسم من مواسم الطاعه. اصل انت مضحوك عليك يا ابني، انت مضحوك عليك يا بنتي. انتوا فاهمين ان في بني ادمين من غير ذنوب ومعاصي؟ اصل ده شيخ فاكيد ما بيعملش حاجه غلط. اسكتوا لو تعرفوا. الحمد لله ان انتوا ما تعرفوش، والحمد لله ان احنا ذنوبنا ما بيننا وما بين ربنا، وربنا يغفر ويعفو. فعشان كده في بدايه المواسم بتاعت الطاعات لازم نتوب ونجتهد ان احنا نثبت على التوبه. والنبي عليه الصلاه والسلام بشرنا، قال ان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وكتير نقعد نسال عن التوبه، نتوب ازاي؟ فتلاقي المشايخ عملوا لنا خطه كده وكلام كبير ومجعلص، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم حط لنا خلطه كده لو عرفناها تلاقي التوبه سهله قوي. ايه ده؟ جاله في يوم من الايام راجل كبير، يا ريته قال له انا ده، قال له ده في واحد عمل ذنوب ومعاصي لا تعد ولا تحصى. يا رسول الله ده كان بيخترع ويألف ذنوب، لو تاب ربنا يغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له فالراجل سأله عن الخلط اتوب ازاي بقى؟ اكيد في كلام كبير ومجعلص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انه يترك السيئات ويفعل الحسنات، الله عز وجل يبدل له السيئات دي كلهم حسنات. فالراجل ما صدقش نفسه فاتلخبط وابتدى يتكلم عن نفسه، قال وغدراتي وفجراتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له غدراتك وفجراتك. فالراجل ولى وهو عمال يكبر مش مصدق. هي سهله كده؟ والله العظيم سهله كده. بس يا امير انا توبت كتير ومفيش مره ثبت. اصلك غشيم. لما بتتوب اوعى تعتمد على نفسك، اوعى تقول انا اقدر اتوب واثبت. انا اسف جدا والله، لا انا ولا انت ولا حد في الدنيا يقدر يعتمد على نفسه ويتوب ويثبت، ولكن ان يلجأ الى الله ويعتمد على الله. عملت كده هتثبت باذن الله. وخليني اقول لك، تبت وقعت توب تاني، تبت وقعت تاني توب تالت، طب رابع، طب عاشر، طب 100، طب 1000، طب مليون. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي حسنه بعض أهل العلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. أنت بتعود في اليوم 70 مرة يا عم، يبقى تتوب وبإذن الله المرة دي هتثبت. أما بقى العمل التاني فهو الصلاة. وصلي على يشفع فيك كده. لو أنت ما بتصليش يا ابن الحلال، لو أنت ما بتصليش يا أختي، فإحنا بالصلاة على النبي رايحين في حتة سواد كحل بلاك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن اللي ما بيصليش ده، اسمعوني كده وركزوا معايا، قال كافر. كافر. العلماء اختلفوا والله ده كفر دون كفر ولا كافر كافر يعني، بس انت تحب تبقى في المكان ده؟ بالله عليك ده مكانك يا جدعان. مفيش مسلم ما بيصليش، لكن احنا بنتكلم على إقامة بقى السنن ويعني الإحسان في الصلاة. فلو انت بتصلي في البيت، لا يلا بينا بقى نصلي في المسجد. المسجد اللي كل ما بتروح كده بتاخد أجر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رحت الصبح رحت بالليل، في كل مرة تروح تاخد نزل يعني يعني بيت في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه يطهر في بيته ويروح يصلي في المسجد ياخد أجر الحج. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن كل خطوة بترفعك درجة وتحط عنك خطيئة. خد بقى يعني لو قعدنا نتكلم في الصلاة في المسجد مش هنخلص، فنصلي في المسجد. طب وانت يا أختي مالكيش الأجر ده؟ ليكي بنيتك، يا رب لو كان ليا صلاة في المسجد كنت صليت، لكن النبي أخبر إن بيتي أحسن لي فأنا بصلي في بيتي امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وتفرشي وتصلي على الوقت، مش هنهزر في الموضوع ده، بقول لكم أهو كفر والعياذ بالله، خد بالكم. ولكن بنتكلم في السنن. عندنا 12 ركعة سنة في اليوم تاخد بيهم بيت في الجنة، منين قبل الفجر، والنبي قال عنهم ان هم افضل من الدنيا وما فيها. يلا بتدور على القصور والعربيات والفلوس واللي دول احسن من كل حاجة. 4 قبل الظهر و2 بعده. العصر ما فيش، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، كده 12 ركعة سنة راتبة النبي ما كانش يتركها. تاخد سنن كمان، يلا بينا. بقول لكم احب الايام الى الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة اسمها الضحى بعد شروق الشمس بربع ساعة كده. بص في النتيجة عندك الشروق انت بعدها بربع ساعة لغاية قبل صلاة الظهر بربع ساعة، وكانت تتصلى على الاقل ركعتين. طب انا عايز ازود، يبقى ركعتين في ركعتين في ركعتين. صلينا الضحى يا امير، في حاجة تانية؟ امال ايه؟ اقول لك انا بقى على صلاة من احب الاعمال الى الله. شرف المؤمن، دليل الايمان، حاجة تثبتك على التوبة وتزيد ايمانك، وفي مواجهتك مع الشيطان تعينك. يجي يقول لك وقعتك يا حلو، تقول له استنى، ده انا بقيم الليل
الليل يا جماعة، قيام الليل واصحاب قيام الليل فاهمين اللي انا هقوله ده كويس قوي. قيام الليل يغير حياتك. دعاء الوتر، تخلص كده ايه الركوع بتاع الوتر وترفع وتبدا تدعي، اقسم بالله معجزات، اوعى تفوتها بقى. ويلا نبدا نتعود ونكمل بعد العشر الاوائل من ذي الحجه باذن الله. وقيام الليل اقله ركعه واحده اسمها ركعه الوتر، والنبي عليه الصلاه والسلام علمنا ان اللي يقوم ب10 ايات، الفاتحه 7 وهنقرا معاها اي 3 ايات من القران كده 10، دي اقل حاجه، لم يكتب من الغافلين. يبقى انت كده قمت الليل في اليوم ده. طب لا يا امير، ده انا عندي وقت وصحه وانا جامد اقدر اكمل. يلا بينا بقى. سنة النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، ومش لازم ال11 كاملين ولا واحدة بس، يعني ممكن حاجة في النص. عايز تصلي مثلا 3 ركعات ممكن، 5 ركعات ممكن، 7 ركعات ممكن، وهكذا. والطريقة هي ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، ركعتين وأسلم، وخلاص خلصت أصلي الوتر. واللي يتعود على قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة اوعى يبطلها. نصيحة وأنا نصحتك وأنت براحتك. ويا سلام بقى لو تقوم ب100 آية، والله سهلة ومش كتير. دور في مصحفك، أنا مش هقول لك، أنا برضه عايزك تقوم بشوية مجهود يعني. وشوف سورة تبقى مش طويلة وهي 100 آية وأكثر، وقوم بيها ولو كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يكتب من القانتين، والقانتين دول التائبين الخاشعين المصرين على الطاعة والعودة لربنا. تخيل تكتب عند الله، تخيلي تكتبي عند الله اسمك كده، منا، سهى، نهى، خديجة، عائشة، اسمك يكتب محمد، أحمد، سمير، أمير، ما هو أنا نفسي أنا راخر، أي واحد فينا يكتب عند الله من التائبين الراجعين المحبين. طب اليوم ب1000 آية ما تتخضش. لو قرأت الجزء 29 مع الجزء 30 مع الفاتحة، يبقى أنت كده قمت بأكثر من 1000 آية. كتب من المقنطرين، اللي بياخدوا أجر بالقنطار. أنا مش عايزك تتخيل، لأنك مش هتعرف تتخيل. أجور لا يعلمها إلا الله. أدي اللي قلت لك بقى واللي أنت عايزه اعمله. نيجي بقى للعمل الثالث، الصيام، اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ده بقى لي أنا مخصوص وله أجر عندي مخصوص. ليه؟ مع إن كل الأعمال المفروض إنها لله، لأن الصيام لا يطلع عليه إلا الله. يا عم أنت بتقول أنا صايم وتخش جوه تقوم ضارب لك كوبايتين مية على تمرتين 3 وأنا هعرف؟ مش هعرف. الصيام اطلع عليه ربنا وبس، واجره عظيم. قال وانا اجزي به، وخبى كده الجزاء لعظم الجزاء. فهنصوم ايه؟ هنصوم ال9 الاوائل من ذي الحجه. العاشر ما بيتصامش، ده العيد. هتقول لي طب يا امير انا والله شفت الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ ترتان اللي علمهم اكبر منك ويعرفوا اكتر منك، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصومش ال9 ايام. ردك ايه بقى يا عم؟ اقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الاعمال الصالحه في العشر الاول من ذي الحجه هي افضل من الاعمال الصالحه في السنه كلها. والصحابه استغربوا، قالوا له حتى الجهاد؟ قال حتى الجهاد الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء. يعني مجاهد خرج بنفسه وماله ورجع من غير حاجه خالص. فده عمل صالح ولا مش عمل صالح؟ رد عليا يا متعلم بتاع المدارس. طب خلاص يبقى عمل صالح نعمله وربنا يتقبل. طب يا امير لازم اصوم ال9 كلهم؟ يا عم مش لازم، نصوم 8 7 6 زي ما انت عايز، ولكن اوعى تصوم اقل من يوم، وهو يوم 9 اللي هو يوم عرفه، واللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه بيغفر سنه قبله وسنه بعده. يا عم انا عمال اقول في شويه اجور، انت متخيل يا ابني اللي بيتوزع؟ انت متخيل الدنيا عماله توزع عليه؟ وانت ده انت لو قالوا انهم بيوزعوا عيش فينو ببلاش هتنزل تقف في الطابور مش هتنام. بقول لك اجور جنه يا تشتغل. وتعالوا نتعرف مع بعض على العمل الرابع، وهو القرآن. بص بقى يا معلم، عشان بس انا جاي لك من المستقبل وجاي اقول لك اني كنت زيك، بل ما زلت، لاني غشيم، قلبي تعبان، والواحد يحس كده انه مقفول بقفل مش عارف يفتحه. ويا ريته قفل واحد، دي مئات الاقفال والله، ذنب ورا ذنب ورا ذنب، وكل ذنب بنكته سودا لغايه ما القلب اسود. مين بقى يبيضه ويفتح القفال دي كلها؟ والله ما في غير القرآن. القرآن يغيرك لو انت مش فاهم حاجه، القرآن يغيرك حتى لو انت مقيم على ذنب وانت تقرأ القرآن. يعني لسه بتعمل ذنب النهارده وبالليل قعدت تقرا وردك، القرآن يغيرك، والله يغيرك في الدنيا، يغيرك ويخليك في اعلى درجات الايمان لو صاحبته، ويشفع لك يوم القيامه زي ما النبي علمنا. فاعمل لك ورد من القرآن والله، ولو صفحه، لو نص صفحه، لو آية، ولكن اوعى تهجر القرآن بالذات في العشر الاوائل من ذي الحجه، وباذن الله بعد كده على طول. نيجي بقى للعمل الخامس وهو الدعاء. شوف كل اللي انا حكيته لك ده من الاول يعينك عليه الدعاء. عايز تتوب ادعي، عايز تصلي ادعي، عايز إعانة على الصيام ادعي، عايز تصلح علاقتك بالقرآن ادعي، عايز دنيا ادعي، عايز آخرة ادعي، عايز فلوس يا رب وشغل وعروسة ادعي، عايز اتجوز يا رب واتعف واتعلم القرآن وازيد في العلم وافيد الناس وربي عيالي وربنا يهديهم لي، عايز بيت، عايز عربية، عايز وعايز وعايز وعايز.
حاجات في الدنيا وحاجات في الاخره وحاجات في الدين. احنا ساكتين ليه يا عم؟ هي في ايد مين دي؟ في ايد الله، مفيش غيره يا اخي. في ناس بالدعاء خلصت الدنيا كلها والله، بالدعاء كده، شغل ورزق وعيال متربيه وبيت متنظم وعلاقه زوجيه هاديه ونجاح في الامتحانات وخلفه بعد عقم وصحه بعد مرض. انت واثق ان كل ده في ايد ربنا ولا لا؟ طيب ما تلجأ لخلق الله، الناس اللي ملهاش قيمه ولا لازمه ولا حد فيهم في ايده حاجه، كله والله ريش على ما فيش، منفوخين على الفاضي. فلا تنسى الدعاء، والدعاء مكمل معاك في كل اللي جاي. عشان تعرف تعمل اللي جاي لازم تحافظ على الدعاء. ونيجي بقى للعمل السادس. الايام دي ايام التهليل والتكبير والتحميد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كان سيدنا ابن عمر وسيدنا ابو هريره ينزلوا الاسواق كده في وسط الناس ويهللوا عشان الناس تهلل معاهم. سنه مهجوره يا عم. ايه رايك لما تعملها؟ ايه رايك لما تبقى قاعد في وسط اصدقائك، احبابك، عيلتك، قاعده في وسط صحاباتك، اخواتك، ونبدا نهلل ونكبر والناس تهلل وتكبر معنا، ونعلمهم نقول لهم دي سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام. فانشروا التهليل والتكبير والتحميد. ونيجي بقى للعمل السابع وهو الذكر. يا جماعه اهل الذكر الفرق ما بينهم وبين ناس تانية لا تذكر الله قاعدة لسانها ساكت في أوقات فراغها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الحي والميت. واحد حي، لسانه حي، قلبه حي، حسناته عمالة تعد عداد ما بيسكتش، وواحد تاني ميت ما فيش، عمال ما بيزيدش حسنات، زيه زي الميت كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق المفردون، دول رايحين الجنة، دول بيجروا واللي حواليهم قاعدين. وتخيل عبادة مش عايزة منك إلا اللسان يا سيدي، يعني لا هتقوم ولا تتوضى ولا تروح ولا تيجي ولا تحضر حاجة ولا وانت قاعد بالشورت كده وانت قاعدة بلبس البيت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. خدوا بقى من الأذكار زي ما انتوا عايزين. فالقاعد ما بيعملش حاجة، لسانه ما بيذكرش، انت خسران. ابدأ اتعود في العشر الاول من ذي الحجة وداوم على الذكر. نيجي بقى للعمل الثامن. اظن كلنا شايفين الدنيا عاملة ازاي، مش محتاج اقول لكم ان الناس حالها بقى رقيق، وكل الناس محتاجة، كله اللي هيتصدق واللي هتديله الصدقة كله محتاج. فلو انت ربنا سبحانه وتعالى اداك فضل مال، او يا سيدي ما اداكش فضل مال، معكش الا القليل، طلع من القليل ده اقل القليل، تصدق كل يوم بصدقة على قد امكانيات. اوعى تحقر من الصدقة شيء. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نص تمرايه ممكن ما تدخلنيش النار. فده واحد ما كانش معاه غير تمرايه قسمها نصين، كان نص وادى نص. النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم 100,000 درهم. فالصحابه يعني استغربوا جدا، ازاي ده يعني يا رسول الله؟ بسيط، واحد كان معاه درهمين فتصدق بدرهم، فده تصدق بنص مال. واحد كان معاه ملايين الدراهم أن تصدق ب100,000. مين اللي يسبق التاني؟ أبو درهم. فلو كل يوم صدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها تطفئ غضب الرب، وأخبرنا أن احنا نداوي بيها مرضانا، وأخبرنا ولو اتكلمنا في الصدقة مش هنبطل. فابدأ كل يوم بصدقة ولو قليلة، وعود نفسك عليها. كل يوم تصحى الصبح تطلع صدقة، هتشوف تغيير في حياتك. هتقابلني تشكرني، تقول لي أنا بحبك، أنت ظبطتني، I love you ميرو. أوكي؟ يلا بينا على العمل التاسع. العمل التاسع وهو صلة الأرحام، العبادة اللي كله مقصر فيها، وهفضل كل ما اتكلم عليها اقول لكم وانا معاكم. بقت صعبة في الزمان ده، بقينا بننسى، بقينا مشغولين، بقينا مطحونين، بقى كل واحد مش فاكر قرايبه وحبايبه. وهنا انا اكيد مش بتكلم عن الاب والام والاخوات، والا تبقى يعني لا خلاص رايحين في داهية. يعني بتكلم عن العمام والخلان والجدود اللي بننساهم للاسف. وخلوني اقول لكم والله انا يعني ما انا عم برضو يعني، ولسه مش جد ولا حاجة، بس يعني ربنا يسهل، يعني لسه بدري ان شاء الله. الواحد لسه صغنون حبتين، انا صغير لكن مسيري. والواحد والله بيعذر، يعني انا كعم والله العظيم مسامح كل اولاد اخواتي ان سالوا او ما سالوش. ولكن في النهايه الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم تامرنا بصله الارحام. وكلنا عارفين ان خلاننا وعمامنا ربنا يجزيهم عننا خير، وجدودنا بيسامحونا ويعدوا لنا، بس ده ما يخليناش نقصر في السؤال. فلو سمحت حالا بالا دلوقتي نبعت كل سنه وانتم طيبين، كلموهم يا رب يخليكوا لينا، يا رب ايام سعيده علينا، كلام طيب يسعد وهو سرور تدخله على مسلم، وصله ارحام ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك بيها. ونيجي بقى للعمل العاشر والاخير، وهو اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا انه احب الايام الى الله هو يوم النحر، اليوم اللي بنذبح فيه الاضحيه. واخبرنا صلى الله عليه وسلم في حديث اخر صححه الشيخ الالباني انه احب عمل يعمله الادمي في اليوم ده هو اهراق الدم، الذبح، الاضحيه. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بمشهد غريب جدا، انها تاتي يوم القيامه بقرونها
بطونها واشعارها واظلافها، تيجي زي ما ذبحتها كده عجل وخروف وبتاع، ليهم جايين كده ويبقوا في ميزان حسنات. وده ليه؟ لانه كان في سبيل الله. الاضحيه دي اللي بنطلع منها للفقير وبنهدي منها للاحباب وبناكل منها اهلنا، شعيره عظيمه وسنه عظيمه عن النبي عليه الصلاه والسلام. واحنا ما نستسهلش يا جماعه، مش كل شويه إن بقى خلاص انا هطلع صك، انا مش عارف هذبح فين. كل الكلام ده مقبول شرعا وجميل وما فيهوش مشاكل، ولكن الاصل والسنه ان نذبح في بلدنا ونوزع على اهلنا وفقرائنا. والكلام هنا للمستطيع. انا عارف ان في واحد بيسمعني دلوقتي يقول لي يا امير انت مش عارف هي وصلت لكام وبقت غاليه ازاي وبتاع. خلاص انت دلوقتي حسب بقى معاك يعني حاجه بسيطه تقدر تذبح في بلاد المسلمين اللي فيها الاسعار اخف ومفيش مشاكل، ولكن ربنا مديني اهلي وفقرائي اولى. وما تبخلوش يا جدعان، اللي بيبخل على ربنا خسران، واللي بيعطي ده ملك بيدعي له اللهم اعطي منفقا خلفا. تخيل بقى لما ربنا يخلف عليك الجنيه ب10، لا والله ده يمكن اكتر من كده بكتير. وما عند الله خير وابقى، يعني عوض في الدنيا وفي الاخره وخير كتير. فيلا بينا نقيم شعيره الاضحيه. تمام، وبكده نبقى عرفنا 10 حاجات نعملها في ذي الحجه. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا العمل الصالح ويجعلنا في ذي الحجه من المقبولين الفائزين. تمام، والى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير قريبا، انا بحبكم في الله. كان معكم امير منير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.